خبر مؤسف للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، وهو أن الدعم ما غاديش يبقى ديما. هاد الشي ماشي هضرتي أنا أو قلتها على قبل البوز، وإنما هذا كلام جاء على لسان والي بنك المغرب. لكن قبل ما نعرفوا باقي التفاصيل، دعمنا بالاشتراك في القناة وضغط على زر الإعجاب. أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب مؤخرا على ضرورة مراجعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرا أنه يجب أن يكون إجراء مؤقت وليس دائم. وقد حذر من استمرار الدعم المباشر 500 درهم شهريا سيؤدي إلى إضعاف همة الناس في البحث عن العمل أو الاستمرار فيه، ودعا إلى استبدال فكرة الدعم المباشر بتحسين الدخل وإحداث فرص عمل كبيرة خاصة للفئات المستفيدة من الدعم. كما أوضح أن الدعم الاجتماعي المباشر يجب ربطه بفترة زمنية محددة كأوقات الأزمات مثل الجفاف والأزمات الاقتصادية. كما ذكر أن استمرار الدعم دون آلية تمويل مستدام يهدد الاستقرار المالي العامة، خاصة مع الحاجة لتمويل أوراق كبرى مثل البنية التحتية لمونديال 2030.